السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم مطبخ أميرة، وتحياتي لكم داخل الوطن وخارج الوطن، وتحياتي لكم خاصة لمتتبعاتي الأعزاء اللي كيتابعوا القناة وكيثقوا في الوصفات وكيجربوها وكيجيو يكتبوا لي تعليق. كنشكركم بزاف. واليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة زوينة من وصفات الجدات اللي كيعانيو من السعال او من الكحه الشديده حاده مزمنه كيف ما كانت. البلغم كيكون عامر، ديريه دقه بطله تنسي عليك شي حاجه سميتها الكحه. هذه خصك ديريها دائما في هذا الوقت، كيكون واحد التغيير الجو، مره بارد مره سخون، وبزاف كيتعرضوا لنزلات البرد. وبالنسبه هذه الوصفه للكبار للصغار للاطفال. وما تنساوش حبيباتي لايك للفيديو والبارطاج، وما نطولش عليكم، على بركه الله تعرفوا على الوصفه. بسم الله على بركة الله. اللهم صل وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم صلوا على نبينا في التعليقات باش يكون لي ولكم الأجر كذلك. أول حاجة غتحتاجوا جوج حبات ديال حامض الليمون، كيسموه القارص بالنسبة للجزائريين. غناخذ جوج حبات ديال الحامض، غنعصرهم اللي غيعطيوني الماء ديالهم تقريبا ربع كاس ديال الماء. يعني تقدر تحتاجي جوج حامضات ثلاث الحامضات على حسب واش الحامض فيه الماء ولا لا. دابا غادي نعصر جوج حامضات. تبارك الله الحامض راه موجود هاد الايام، راه تبارك الله راه كاين الليمون الحامض. من بعد ما عصرتو هاد القشور ما كنرميهمش، كنحتفظ بهم بحال هكا. بغيتهم نحك القشور ديالهم، بغيت مثلا نضيف داك القشور، بغيت نسلق شي حاجه تقريبا يخرج ليا اكثر من ربع. تبارك الله هاد الوصفه ان شاء الله اللي غنعطيها لكم راها زوينه بزاف، يعني تقريبا غديروها وغتشكروني عليها. وغنحتاجو العسل ديال الحر، غنحتاج نصف الكاس ديال العسل الحر. العسل الحر يكون طبيعي من بطونها، ما يهمش اش من النوع ديال العسل. ارخص عسل ممكن تاخذوا عسل ديال البرتقال، ماشي مشكل، ماشي ضروري النوع يكون غالي باش ناخذوا العسل، المهم يكون طبيعي. نحتاجوا نصف الكاس ديال العسل. ومن بعد غادي نحتاج الفصوص ديال الثوم، تقريبا 3 الفصوص حتى 4 ديال الثوم على حسب واش الثوم صغير ولا كبير. الا كان عندكم هذاك الثوم الاحمر يكون افضل. انا هاد الدواء اللي غنعطيه لكم ان شاء الله راه زوين بزاف، لان كتعرفوا ملي كيولي نزلات البرد كاين الناس بزاف كيديروا المضادات الحيويه، وهذيك المضادات الحيويه ما خاصناش نكثروا منها، لان الا كثرنا منها راها غادي تولي ما تخليش هذاك الجسم ديالنا يكون فيه المناعه، كتقتل لينا المناعه وما يخليش الجسم يقاوم بنفسه. هاد الوصفه حبيباتي وصفه فعاله. من بعد ما كنقيو الثوم كنجيب هذيك العصاره ديال الثوم كنعصرها، او ممكن تقطعوا الثوم طريفات وتوضعوه على العسل، يعني الطريقه اللي بغيتو. ومن بعد كناخذ هاد الربع كاس كنوضعو على العسل وعلى الثوم وكنخلط. كيف ما شفتوا انا جاني اكثر من ربع كاس، يعني غير كملت به الكاس ديك العصير ديال الليمون. وغادي ناخذ العود باش نخلط العسل، ضروري تخلطوه بالعود. صافي كنخلطو مزيان، كنمجز العسل والليمون الحامض مع الثوم صافي. وكنغطيو بالغطاء البلاستيكي، نغطيو بالغطاء البلاستيكي وغادي نخليوه يبات ليله كامله حتى يتفاعل ليا مزيان هاد المكونات وينسجموا مع بعضياتهم، ويطلق ليا هذاك الثوم والعسل ملي كيكون عاقد هو كيطلق. الحامض تا هو كيطلق مع المكونات كما كتشوفوا. صافي من بعد ليله كامله، انا بالحق ما خليتوش ليله كامله باش نصور لكم، نتوما خليو ليله كامله. من بعد كنجيبوا الصفايه وكنجيبوا قنينه تكون زجاجيه، ضروري تكون معقمه، وكنصفيو. علاش غادي نصفيو؟ باش ما يبقاش هذاك الثوم في المحلول، لان الاطفال ما يتناولوش لينا الا شافوا هاد الثوم بحال هكا. لذلك غادي نصفيو، وان شاء الله غادي يخرجوا سيرو. هاد السيرو ما نقولش لكم سيرو طبيعي فعال، دقه بطله من استعمال اول كيعطيك النتيجه، وتتبعيه لمده 3 ايام وتفكريني رحمه الوالدين. حبيباتي هذا هو السيرو ديالنا واجد. من بعد ما صفيناه ضروري انكم تصفيو بواحد العلبه زجاجيه اللي غتحتفظوا بها هذا السيرو ديالكم، او ديروا القرعه اللي كدار فيها السيرو باش ملي تكون تناولوا تكون ساهله، وتحتفظوا به في الثلاجه كيبقى صالح لمده 15 يوم. صالح للكبار للاطفال النساء الرجال، المرضع ديروا ما عنده حتى شي مشكل.
الحامل ديرو ما فيه حتى شي ضرر. اما هو ممنوع لجوج فئتين، ممنوع لاصحاب السكري لانه طبعا راه فيه العسل وحده، وممنوع لاصحاب الضغط المنخفض لانه كيحتوي على الثوم، هادو هما اللي ممنوع عليهم. اما الباقي كلهم يتناولوا هاد السيرو عادي، ما عندكم حتى شي مشكل. دابا نوريكم، نمشيو لمرحله نوريكم طريقه نجيو حبيباتي طريقه الاستعمال. غادي نتناولوا السيرو. امتى غتناولوا السيرو حبيباتي؟ بالنسبه للسيرو من الاحسن من يبغوا تناولوا، انا حطيت على الملعقه بحال هكا، نتوما لا، من الاحسن انكم ديروا في شي قرعه وتكبوا على الملعقه باش هذيك الملعقه ما تعاودش ترجع وتحيديها، فهمتيني؟ ومن الاحسن تكون الملعقه ديال العود، هذا من الافضل باش تناولي السيرو، باش يبقى السيرو نظيف معاك ان شاء الله. شحال خاصك تاكل تناولي المقدار؟ هاد السيرو غتاخذوا بحال هكا ملعقه كبيره، ملعقه كبيره بالنسبه ل10 سنوات فما فوق، تاخذوا ملعقه كبيره قبل كل وجبه، قبل الفطور، قبل الغداء، قبل النوم. هادو بالنسبه ل10 سنوات فما فوق. اما بالنسبه ل10 سنوات وكنزلوا لتحت، غادي ناخذوا ملعقه صغيره عوض ملعقه كبيره وتناولوها قبل كل وجبه. وغتفكروني ان شاء الله راه من اول استعمال غتحسي بواحد الراحه، الكحبه ما تبقاش عندك، الالتهاب، الحنجره كما كان غترتاحي عليها، وغادي تحسني لمده 3 ايام. غادي تولي اش غنقول لك، راه غتحمدي الله وتشكريه وتجي تشكرين على هذه الوصفه. مدتها 3 ايام، عطيوها الافراد ديالكم اللي كيعانيو. مهم 3 المرات في اليوم كنستعملوا هاد السيرو. وهاد السيرو شنقول لكم روعه روعه روعه، جربوا وتفكروني. راني كنديرو في كل مره في السنه ملي كيولي هاد نزلات البرد كنحضروا وكنصوبوا وكنخليه عندي في الثلاجه. فيما حسيت براسي عندي اختناق ولا التهاب ولا عندي بدا كيتحرك عليا البرد، كناخذ بحال هكا الملعقه. ولاو الناس كيعرفوا ان شنو كيليق وشنو ما كيليقش. افضل حاجه ليهم ولوليداتهم هما انكم ديروا الوصفه الطبيعيه، لا ما نفعتك راه ما غاديش تضرك. يعني هاد المكونات كاملين غتبين لك ان هاد السيرو اكيد غادي يكون فعال، راه باينه. وتبارك الله عليكم، وكنشكركم على المشاهده والمتابعه، وان شاء الله بالشفاء التام. ومن ديروا هذه الوصفه وشربوا السيرو قولوا بسم الله، والله يشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. وشكرا على المتابعه والمشاهده، ونشوفكم في الفيديو الجاي. الى اللقاء.